بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده تنظيف الشفاط باسهل حاجه خالص، ومش هياخد مننا وقت ولا هيكلفنا ولا هيصرف ولا اي حاجه. طبعا احنا عارفين كلنا بنزهق من تنظيف الشفاط وبالذات الدهون اللي فيه. زي ما انتم شايفين منظر الشفاط معاكم عامل ازاي. انا سبته لحد ما اتوسخ خالص عشان تشوفوه معايا وانا بنضفه. هتنضفوه بحاجه سهله وبسيطه خلاص ومش مكلفه. دي الصابونه اللي هي صابونه الغسيل العاديه. دي الصابونه تعتبر ب 3 جنيه، مش مكلفه، وهتلاقيها عند اي بياع. هي دي اللي هنستعملها النهارده باذن الله في غسيل الشفاط. زي ما انتم شايفين الدهون قدامكم ازاي، وميه عاديه خالص من الحنفيه، حتى الميه بارده مش ميه سخنه كمان. يدوك اللي احتاجناه الليفه والسلك العادي والصابونه بتاعت الغسيل العاديه البيضه العاديه اللي كنا بنستعملها ايام زمان. زي ما انتم شايفين كده انا بدات اغسل بيها. انا بغسل قدامكم على الطبيعه خلاص عشان تشوفوها. طبعا انتم شايفين الدهون عامله ايه في الشفاط. يا دوبك رغيت بالصابونه على السلك والليفه وشايفين النتيجه قدامكم. ما خدتش مننا اي وقت، والدهون بتنشال بسرعه وبكل سهوله. انا مش راضيه افصل، لازم عشان تشوفوا قدامكم اللي انا ما عملتش اي حاجه خالص غير الصابون. زي ما انتم شايفين كده انا نضفته كله. طبعا اللون الاصفر ده ما هوش زيوت، ده لون الشفاط. طبعا انتوا عارفين اما بيكون عندنا من فتره طويله بياخد اللون ده، اللون الابيض بتاعه بياخد لون من اللون الاصفرار بتاع الزيت، بس هو ما فيش دهون خالص. انتوا طبعا عارفين الشفاط ده كنا بنعمل خلطات كتير عشان ينضف معانا وما كانش بينضف. كنا بنعمل ميه سخنه وكلور ومسحوق، وساعات كنا بنمسحه بالجاز. كان بياخد مجهود كتير مننا، بس الصابونه دي حلت كل المجهود اللي احنا كنا بنعمله وما خدش مننا وقت، وميه بارده خالص من الحنفيه زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين الفقره اللي فاتت دي انا كنت بفركه لكم الشفاط عشان تسمعوا الصوت التزييق بتاعه، عشان تعرفوا ان الصفار اللي فيه ده مش دهون. ده الشفاط بياخد اللون لما بيغيب فتره طويله. طبعا انا بوريكم الصابونه عشان اللي ما شافهاش في الاول يشوفها دلوقتي. طبعا كده انا بدات ارجع السلك تاني عشان اغسله من الظهر، بس خدي بالك وانت بتغسلي من الظهر لان الظهر فيه حاجات بارزه كتير، وحاولي بالراحه عشان ما ينكسرش منك. وزي ما انتم شايفين الشفاط تنظيفه ما اخدش معايا اي وقت. الاول كنا بنضطر ان نقف ميه سخنه، كنا بنعمل حاجات تركيبات وحاجات اختراعات كتير عشان ينضف معانا. انما الصابونه دي حلت مشكله الدهون والتنظيف في ثواني، وما خدش مننا اي وقت ولا اي مجهود. والله انا ما استعملت فيه حاجه خالص غير هي الصابونه وميه من الحنفيه زي ما انتم شايفين قدامكم في الحوض. حتى شايفين من ورا كمان نضف، مع ان ورا زي ما انتم عارفين بيبقى فيه حاجات كتيره بروز وبتزهق في التنظيف. وطبعا ما استعملناش لا سكينه ولا اي حاجه عشان نشيل الدهون بيها. هي الدهون مجرد السلك والصابونه، وشالت كل الدهون معانا. وطبعا زي ما انتم عارفين كل كوم والمروحه لوحدها كوم. كده انا بوريكم الدايره البيضاء اللي بره خالص، ودلوقتي هوريكم شكل المروحه وهتشوفوها. شايفين منظر المروحه؟ شايفين الدهون اللي على المروحه من قدام بس. انا مش راضيه اقطع الفيديو غير اما اغسل دي قدامكم عشان تشوفوها وتتاكدوا ان انا ما حطيتش اي حاجه تانية خالص. حتى انا ما نقحتوش، انا يا دوبك حليته من الحيطه على الحوض على طول، ما حطيتش عليه اي حاجه خالص. زي ما انتم شايفين شوفوا ادي الريشه اللي احنا نضفناها. شوفوا الريش دي من الريش التانية.
شايفين من ورا؟ طبعا زي ما انتوا عارفين من ورا عليه طبقه كتيره. لو كنا الاول بنحاول نشيلها بالسكينه او بننضفها باي حاجه، شوف السلك شالها معايا بكل سهوله. شايفين مجرد غسيل خالص بسيط. انا زي ما قلت لكم مش راضيه افصل خالص لحد ما تشوفوها معايا. زي ما انتوا شايفين المراوح قدامكم، شايفين المروحه الريش التانيه اللي ما اتغسلتش عامله ازاي من كتر الزيوت. زي ما بعمل قدامكم مفيش اي حاجه غير الليفه والصابونه معاكم اهي. طبعا احنا كلنا كنا نسينا الصابونه دي ما عدناش بنستعملها من زمان، بس طلع استعمالها جميل في الشفاط وما بتاخدش منك اي مجهود ولا اي حاجه خالص. وانا واحده من الناس قبل ما استعمل الصابونه دي في تنظيف الشفاط كنت بزهق اليوم اللي كنت هنضف فيه الشفاط، لان كنت بعمل خلطات كتيره وحاجات كتيره وما كانتش بتديني نفس النتيجه دي. شايفين؟ شايفين منظر؟ شايفين المنظر دي من دي شكلها عامل ازاي؟ طبعا انتوا شايفين الفرق، مش شايفين الفرق قدامكم؟ شايفين انا سايبه الميه على الدهون عشان تتاكدوا ان هي دهون مش حاجه. كده انا غسلت الشفاط بتاعي كله من قدام ومن ورا. كده بدات اشطفهم ميه عاديه خالص من الحنفيه. شايفين الريشه طالعه معانا زرقاء وبتلمع ازاي، ما فيهاش اي حاجه خالص ولا فيها اي اثر للدهون. وحتى من ورا كمان. شوفوا حتى انا بفحل لكم الشفاط من ورا عشان تتاكدوا ما عادش فيه دهون ولا فيه اي حاجه خالص. شفتوا لون الشفاط قبل كده وشفتوه دلوقتي؟ وده الشكل الشفاط النهائي. طبعا اللي شافه قبل كده مش هيصدق ان ده الشفاط اللي كان معانا في الاول. شايفين النظافه بتاعته وراجع يلمع معانا كانه جديد. وزي ما قلت لكم اللون اللي واخده ده مش بقيت زيت ولا بقيت اي حاجه خالص. انتوا طبعا عارفين اللون الابيض ما بيستحملش، وبعدين الشفاط ده عندي من فتره كتيره. طبعا انتوا عارفين اللون الابيض بيمتص اي لون يبقى بيقعد عليه فتره. وزي ما شفتوا في الفيديو انا عملت لكم بصبعي وسمحت التزييق بتاعه عشان تتاكدوا انه ما فيش اي زيوت ولا فيه اي حاجه خالص. شفتوا معايا الطريقه وسهله وبسيطه وبحاجه ما كلفتناش حاجه خالص. هي الصابونه تعتبر ب 3 جنيه من عند اي بياع، بتجيبيها من عنده، بتروح عايزه صابونه الغسيل العاديه مع سلك عادي، ما بتاخدش منك اي وقت ولا اي مجهود. ويا رب الطريقه دي تكون سهله عليكم وتجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامه يا حبايبي.